أهلا وسهلا فيكم، تشرفنا باستضافتكم اليوم، وهذا بيتكم يعني التاج. هاي الحلقة الأولى من صالون، كانت فكرة طالعة من عند الصبايا. احنا علاقتنا أو العلاقة اللي بتربط كوادر التاج في الناطقين الإعلاميين بأسماء الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية هي علاقة متينة ووطيدة، وجوز هاي لمسوها بالسنوات الأخيرة وسابقا من قبل، يعني يجوز ما كنتم مسلمين في مواقع أو تغيرت مواقعكم. يجوز المهندس عروب كانت بالأشغال، اليوم صارت في التنمية. المسوا أنه في طابع مهنية، طابع أنه ما بناخذ التصريح، ما بناخذ المعلومة إلا من المصدر الدقيق جدا جدا. وكل الوزارات مرت بظروف أو مرت بأخبار كانت شائكة، أو ظروف مر فيها الوطن بشكل عام، وكانت وزاراتكم معنية في هذا الحدث. يعني مش بنحكي عن حالنا بس، اليوم احنا جمعتنا جمعة محبة، توطيد العلاقات أكثر، حتى نشوف كيف برضو نقدر نساعد بعض، أنه نرتقي في المنظومة الإعلامية بشكل أو بآخر، بعيدا عن المؤسسات اللي هي المظلة للمؤسسات الإعلامية، اللي هي سواء كانت وزارة الإعلام الرقمي، الإعلام عفوا، أو نقابة الصحفيين أو هيئة الإعلام. فتشرفنا في زيارتكم اليوم. هي قاعدة صالون التاج، قاعدة مع الناطقين الإعلاميين، كل يوم 3 بدها تكون. بدي أترك المايك لزميلتنا مديرة التحرير وفاء صبيح على أساس نبلش حوارنا. أهلا وسهلا فيكم. الانطلاقة الأولى كانت اليوم، حبينا تكون معكم، وإن شاء الله إنها بتكون انطلاقة قوية. لكن اليوم هيك عنا أسئلة خفيفة لطيفة حابين نوجه لكم إياها، يعني إشي شخصي، إشي علاقة بالشغل والمهام وضغوطات العمل. ومن سؤالنا اللي حابين نبلش فيه، اللي هو للست عروب. يا ساتر تفضلي. المهندسة عروب، لو ما كنتي ناطق إعلامي، شو المهنة اللي كان ممكن تختاريها؟ يعني بس قبل ما أجاوب على السؤال بدي أشكر أخوي الكبير والعزيز والمقدر نضال خزاعلة أبو سالم، تربطنا في علاقة من عمر، وهو أخ كبير ودائما بصماته واضحة بالإعلام الأردني. وبشكر فريق التاج، هالصبايا اللي زي الورد والشباب الطيبة. سعيدة بوجودي اليوم معاكم، وأنتم في التاج منبر إعلامي بنعتز وبنفتخر فيه بكل تأكيد. ودائما يعني أنا شهادتي فيكم مجروحة، ولن أشيد بمهنيتكم لأن اليوم أنا قاعدة يعني بدياركم، فضيف أسير المعذب زي ما بيقولوا. شكرا وفاء. يمكن ما بعرف، بس أنا أحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وبالمناسبة أنا الأول على دفعتي، وأحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وعملت كمهندس لفترات طويلة قبيل التحاقي بالعمل بالإعلام. ويمكن أنا فرصة أترحم على والدي الله يرحمه، طولة العمر لكم جميعا. لما اجيت وصلت التوجيهي كنت أتناقش أنا وياه، فهو بده هندسة وأنا بدي إعلام، فقلت له تعال نعمل ديل. قال لي شو؟ قلت له بدرس هندسة بس بشتغل بالإعلام. فإذا لم أكن مديرا للإعلام فأنا مهندس، وإن لم أكن مهندس ما بعرف شو كان ممكن يكون. بس الحمد لله راضية اليوم باللي قدمته، وإن شاء الله ربنا يجيب الخير دائما. تغطية الأحداث الرسمية والأحداث الطارئة وأحداث اللي بتصير على المملكة مثلا، سواء في عملكم أو في أي مباشر صار. شو أكتر إشي موقف طريف يعني واجهكم؟ نحكي للأستاذ حيصات. يعني بداية يعطيكم ألف عافية، واسمحوا لي لازم إنه نشكر أخونا نضال وشباب وصبايا التاج اللي دائما حاضرين، ونبارك لهم هاي الانطلاقة الجديدة. يعني نقلة نوعية راح تكون في عالم الإعلام اللي عندنا، بالتوفيق دائما، ودائما على مسافة واحدة من الجميع، وصدقا بيتميزوا بمهنية عالية، سهل التعامل معهم، عندهم يعني مصلحة البلد وسمعتها أهم من أي عمل صحفي غير مهني وغير مسؤول. المواقف الطريفة، الإعلامي هو زي ما حكانا دائما أخونا نضال، الإعلامي ما بنام، ما في أي متنازل بين الإعلامي وبين الوسط الإعلامي اللي هو فيه. فمواقف طريفة كثير مرت، لا اسمحوا لي حساسية الموقف، أنا قاعد بتخرب من الموضوع. يعني احنا عندنا معلمين، عندنا طلاب،
مواقف كثيرة صارت، يعني ما بنقدر انه نذكر موقف لا يحضرني الآن. ما نقدر أنا نذكر شفت موقف الجواب. يعني بده يكون مع احد الزملاء الصحفيين بكره يشوفنا، او مع اكيد كتها او مع ناس من المعلمين او الطلبة. فهذا خلوه لأستاذ محمد الزيود. أستاذ محمد الزيود، كان عندي سؤال بسيط لإلك من ناحية إعلامية. شو أكتر سؤال أو أكتر سؤال بيتم توجيهه إلك سبب لك استغراب أو إحراج بالمجال يعني بشكل عام؟ يعني اسمحوا لي أكرر الترحاب والشكر لأخونا نضال وفريق التاج الإخباري على هاي المبادرة. واليوم إحنا حتى من شغلنا كنقابة صحفيين، يعني كوني عضو في مجلس نقابة الصحفيين، بهمنا تنظيم المهنة وحماية المهنة من الدخلاء. والتاج الإخباري إحدى المؤسسات اللي نفتخر فيها، اللي اليوم هي من المؤسسات الملتزمة سواء مع نقابة الصحفيين أو مع طريقة التعامل مع الأحداث في المملكة من خلال الوزارات والناطقين الإعلاميين. وكل مؤسسة إعلامية مهنية ما في منها خوف، لأنه اليوم أنت العمل المهني اليوم ما في قصة خوف عند الناطق، هو تدفق المعلومة مطلوب منه. نعم. يوفر تدفق المعلومة. أحيانا تجي أسئلة غريبة، بجوز في ناس بصير عندك تداخل، بعض الزملاء بصير عندهم تداخل بين دور الضمان الاجتماعي، مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل. بجوز هون بعض الصحفيين الجدد بجوز بخلط بين الدورين، فهو بصير يوجه لك أسئلة هي خاصة بالضمان الاجتماعي، أنت بتضطر تصحح له أنه هاي الأسئلة هي للضمان مش لوزارة العمل. للأسف اليوم كل التركيز منصب على قصة العمالة غير الأردنية، مع أنه هو جزء من كثير من الملفات اللي بتشتغل فيها وزارة العمل. الاستغراب أنه حجم الاهتمام الزائد وغير المبرر أحيانا بقصة ملف العمالة غير الأردنية. لا، أنا بدي أحكي شغلة، يعني بجوز في ناس ما راح يعجبوا كلامي. من الأردنيين بيطلبوا طلبين متناقضات. طلب بدي توفير فرص عمل، نفس الشخص بعد أسبوعين بطلبك بده استقدام أو استخدام. هاي أكبر شغلة غريبة أنا شفتها وزارة العمل. أردنيين يطلبوك على الفيسبوك بدك تشغيل، ينتقدوا البطالة، بينتقدوا أداء وزارة العمل، نفس ثاني يوم يجي برن عليك ويقول لك أنا بدي والله تحول لي هذا العامل من كذا لكذا، بدي عامل أستقدمه من برا. هاي الغرابة. اليوم ازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف خطير. أنا أولويتي كوزارة عمل، وأنا كناطق إعلامي وكصحفي صراحة أنا أولويتي الأردنيين. صحيح. وفي الإعلام مطلوب تكون أولويتي الأردنيين. أنا بدي أسلط الضوء على الملفات اللي بتخص الأردنيين. سؤالي للأستاذ محمود، بدي أسألك إنه بكلمة واحدة توصف لنا علاقتكم بالصحفيين. مهنية الأمانة. أنا هي حكينا لك جاوبناها، بس من منبركم بدي أوجه رسالة لزملائنا وزميلاتنا في الوسط الإعلامي والصحفيين. الأمانة دائما يعني على قدر المسؤولية وقدر المهنية، بتعاملوا مع الأخبار والملاحظات اللي عم توصلهم، وإحنا كناطقين بدورنا من أهم ما نقدمه هو المعلومة، وبالوقت المناسب يعني نتوخى السرعة والحذر. فهذا التوازن في الناطق الإعلامي في إيصال المعلومة والاستفسار من الصحفيين. برجع بحكي الصحفيين زملائنا وزميلاتنا الصحفيين على قدر عالم المهنية والمسؤولية. الأمانة هم العين الثالثة دائما لأي مؤسسة لأي مسؤول. همهم مصلحة البلد ومصلحة المواطن، وإحنا كدورنا كناطقين اللي نمثل مؤسساتنا راح نكون على مسافة واحدة من الجميع في محبة. مرخصين أو مش مرخصين؟ لا طبعا. لا سيدي، بعض المرخصين. ما المرخص طبعا مرخصين سيدي. طيب أنا سؤالي لأبو علي دكتور محمد. الحمد لله. لا أموركم صعبة. لا، كونه إحنا يعني دائما بنبعت أسئلتنا للناطقين الإعلاميين، فدائما بخطر ببالنا يمكن هذا السؤال: هل أنتوا يعني مع الرد الفوري أو التأجيل المدروس؟ مرات بتأخرونا ومرات بترسلوا علينا بسرعة، فأنت بتأجلوا أنت بتردوا فوري. يعني شوف، أولا هاي نصيحة لكل من يتعامل مع الصحفيين. كوني أنا صحفي، تواصل مع الصحفي باستمرار في السراء والضراء. يعني حاول دائما تكون متواصل مع كافة المؤسسات، مع كافة الزملاء، لأنه الصحفي ما بصير تتواصل معه بس أنت تحتاجه. كناطق إعلامي أو كوزارة أنا بتواصل معه وبحترمه وبقدره، واليوم يعتمد على حسب طبيعة الأسئلة. أحيانا التأخير يكون سببه أنك بدك تجيب معلومات من المدراء المعنيين. صحيح. مش كل معلومة تكون متوفرة، يعني من باب تحري الدقة أنت بجوز تأجله يوم، إذا المعلومة متوفرة تجاوبه نفس اليوم. أنا أحيانا أنا بحكي عن نفسي، أحيانا بحب أكتب المعلومة
أنا بكتبها بإيدي ببعثها للصحفيين، إذا حب يغير بالصياغة بغير، هذا شأنه، بده يغير البداية النهاية هو شأنه. لكن أنا من باب الدقة، لأن خاصة الأخبار اللي فيها أرقام، أنا حفاظا على مصداقية الصحفي أساعده، أنا يعني بساعده عشان أنا ما أورطه بأرقام قد تكون سمعة خطأ على التليفون، وهيك بيريح لي. اليوم مدى مدة التجاوب تعتمد على حجم الأسئلة، طبيعة الأسئلة. على فكرة إذا الصحفي كان مصداقيته عالية يتحرى الدقة. لو كانت أسئلته كثيرة، أنا ما عندي مشكلة مع الصحفي اللي أسئلته كثيرة وكل يوم يرد عليه، زملائي بيطمئنوا له، الناطق الإعلامي يطمئن لهذا الشخص سواء كان ذكر أو أنثى. هذا الصحفي أو الصحفية إذا كان يتحرى الدقة وعرف عنه أنه فعلا من خلال التجربة تحرى الدقة المهنية، تأكدوا تماما أنه لن يتردد أي ناطق إعلامي بتقديم له المعلومة بكل سهولة ويسر. برضه سؤال الأستاذ يحيى صار بس تكملة على الحكي. أنتوا هيك تركتوا عروض بدون خلص اعطيني عروض قوي من النسوان. مهندس عروف مش مشكلة، بس هو تكمل الحكي اللي حكيت إنه بدك إياه يكون الصحفي كتير مصداقي وهيك. إذا واجهت إنه أنت أعطيت تصريح وآخر إشي طلعت على العنوان كأنه صحافة صفراء، يعني زي بتجذب المتابعين هو المتابعين أو هيك المتابعين، وهذا الحكي أنت مش حاكي فيه يعني معنى آخر كعنوان، لكن الخبر كامل عادي. كيف تواجه هذا الحكي أو كيف ممكن يكون ردك على الصحفي؟ شوفي أقول لك يعني للأمانة نكون واضحين وواقعيين. أنا ما واجهت زميلاتنا وزملائنا في الجسم الصحفي يعني على قدر المسؤولية، وللأمانة يعني هم مهنيين وموضوعيين ومحايدين. هو بهمه معلومة سمعها بده يشتغل عليها كصحافة، كأي نوع من أنواع العمل الصحفي. فلما نزود المعلومة هو بيلتزم للأمانة في العناوين، بيلتزم في المتن الخبر، وإذا عنده أي عمل استقصائي أي عمل تحقيقي بده يتوسع بالمادة بيرجع لنا فيه. فإحنا يعني زملائنا ترفع لهم قبعات في هذا الموضوع. وأنا بقدر لك شغلة، لأنه هذيك اليوم أنا عملت معك خبر أنا أخذته من تعليق ما شاء الله عليك يا أبدعت. واستغليت الفرصة يعني وهيك، فأنت أشدت فيه إنه مثلا إني أخذت أنا العنوان بطريقة ما شاء الله لماحة يعني هو الموضوع علقت. لا للأمانة يعني صدقا أنا علقت عند أتوقع محمد الخطيب دكتور خوصتيس في موضوع معين، فعلقت وضحت صورة، فكانت التقاطات ذكية. شكله صديق مشترك أخذ التعليق عملت منه خبر. صحيح. فيعني وحكيت حتى انه انت حتى غير الصحفيين اكدتي ما شاء الله عليك. المعلومه الصح. ما شاء الله. فيا برضه يعني تعاونكم معنا دائما كناطقين وتشجيعكم لنا ودعمكم لنا هو اللي بخلينا احنا كمان ان بالنهايه هذا دورنا احنا كناطقين اعلاميين. طبعا يعني احنا ناقل المعلومه ناقل المعرفه من مؤسساتنا للجسم الصحفي للوسط الاعلامي. ست عليو حبيبتي بارك لي في سؤالك. طب ما في مشكلة. كناطق باسم وزارة التنمية، لو أتيحت إليك الفرصة لحتى تغيري مفهوم خاطئ لدى الجمهور أو المواطنين، شو المفهوم يدير قومي بتغييره؟ هلا للأسف الناس بتختزل دور عمل وزارة التنمية الاجتماعية فقط في ملف التسول، وهذه معاناة حقيقية نعاني منها في الوزارة. بمعنى إحنا يمكن عمدنا في وزارة التنمية إصدار تقرير إنجازات شهري بيحكي الوزارة كم تعاملت بأرقام وبموجب يعني أرقام وتواقيت أهم الملفات اللي تم التعامل معها خلال شهر. وكما تفضل أخونا أبو علي بحطوا لكم يعني تسول بحط آخر شيء. أنا يعني لما استلمت ملف الإعلام في التنمية بخلي موضوع التسول آخر شيء، ليعنون الخبر بأن التنمية تتعامل مع ملف التسول تم إلقاء القبض على مش عارف كم خلال الشهر. وللأمانة يمكن أنا هاي أهم نقطة صراحة وبحب أجاوب فيها على سؤالك اليوم. وزارة التنمية الاجتماعية حالها كحال أي وزارة في الدولة الأردنية عندها مهام جسام تقوم فيها، وإحنا ما بنقبل إنه يتم اختزال دورنا فقط في هذا الملف، لأنه إحنا بنشتغل على كتير ملفات حساسة. هاي أهم نقطة بحب إنه إحنا نغيرها، إنه إحنا اليوم بوزارة التنمية بنعمل على مجموعة كبيرة من الملفات الإنسانية التي تعنى بكبار السن وبالأحداث وبذوي الإعاقة، وهاي ملفات يعني بس نسلط الضوء عليها.
بدي اسال سؤال، وهو السؤال يعني عندي 3 إلي ولا هي صار نفس الاسئله حيتوجهوا لثلاث زملاء، بس انا بدي اطلب منكم طلب تجاوبوا بشفافيه. أكيد. بس بدكم تجاوبوا على السؤال. بلشي من عند ابو علي، كل الاجابات بشفافيه. هذا السؤال تحديدا بده شفافيه. ليه؟ لانه هلا كل حدا لما بده يجاوب بده يفكر بالوزير. كونكم ناطقين اعلاميين لثلاث وزارات. نعم. فسؤال لما انتم بتوجه لكم الصحفي بيسال سؤال، هل الوزير انه دائما بيكون في قيود على الاجابات، ولا انتم بيقولوا لكم ارجعوا لنا او بعطوكم صلاحيات؟ وكونكم انتم من عده وزارات يعني أنا بدي أجاوب. وزير الاشغال وحاليا حابة بالتنميه، أجاوب. هل بعطوكم صلاحيات انه معكم تجاوبوا، او بقول لك لا انا لازم بدي ترجعوا لي بكل شيء؟ بيكونوا مقيدين الصلاحيات، وهذا بيختلف حسب الوزاره. طبعا. هذا السؤال ضمن شقين، اللي هو صلاحية الإجابة اللي بيعطوها الوزراء للناطقين، والشق الثاني اللي هو مين الوزير الأكثر جرأة وحنكة ودبلوماسية بنظركم. طبعا هذا السؤال للثلاث زملاء. بدك تسمي وزير من الحكومة؟ بدك تسمي وزير انت شايفتي يعني أكثر على الشق الأول حنكة. شغلة والحكي للجميع وليهون والسامعين. للأمانة وحتى أكون منصفة ومن خلال منبركم، أنا شخصيا بدي أوجه تحية لمعالي الأستاذة وفاء بني مصطفى. وللأمانة هي يعني بعيدا عن أنها وهي ترأس ملف التنمية الاجتماعية ووزيرته، لكن هي يعني إنسان داعم بشكل منقطع النظير للأمانة، نشمية بمعنى الكلمة. معالي وفاء داعمة مهنية عملية. بعدين وأعتقد كلكم بتعرفوا هي قريبة جدا من الإعلام، وبالعكس أنا لما استلمت ملف الإعلام كانت تعليمات واضحة من قبلها: عروب ما تبخلوا، عروب أي حدا بيسأل ردوا، عروب أنتوا تواصلوا، وعروب ما في مشكلة ندعي الزملاء نحكي معهم نشوف. فمعليها دائما قريبة للإعلام، ما عنا إشي نخبيه. وأنا دائما بآمن إنه الفراغ يعني إذا أنت ما أمنت إذا أنت ما أمنت بالضبط، إذا ما أمنت المعلومة أنت هذا فراغ ويمكن أن يملأ بأي طريقة كانت. ولما تكون أنت مستلم ملف الإعلام فأنت مؤتمن على هذا الموضوع. بالعكس ما عندنا شيء نخاف منه، ديدنا المكاشفة والوضوح والشفافية وإيصال المعلومة وتزويدها فورا. وأعتقد يعني أنا ما بدي أحكي إحنا كتنمية اليوم أنا جزء من كل، لكن أعتقد إنه أنتوا اليوم بتقيموا، إحنا على أرضكم وملعبكم وجمهوركم، أنتوا بتقيموا هذا التعاون. فبالعكس بالمطلق ما في أي عقبات. أنا كعروب وشخصيا في وزارة التنمية يعني ومعليها يعني كمان هي رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، في كلا الملفين أبدا مكاشفة مطلقة، ما عندنا شيء نخاف منه ومنوصل المعلومة بكل أريحية. للأمانة أنا بحكي عن وزارة التربية والتعليم، يعني احنا بنحكي عن معالي الوزير الدكتور عزمي صدقا وبدون أي مجاملة، هو رجل عملي جدا ومؤمن بالتخصصية وغير مركزي. فأي تعامل وهو بيعتمد على مبدأ الشفافية والمكاشفة، يعني هذا من أكثر الركائز اللي بيعتمد عليها، إنه احنا ما في عنا شيء يتخبى، في عنا تحديات، في عنا تحديات، في عنا حلول، في عنا حلول. فبعتمد على مبدأ الشفافية والمكاشفة. أما إنه المرجعية للأمانة هو زي ما حكيت لك ما بعتمد على المركزية، بأمن بالتخصصية، ما برجع له بصراحة بأي خبر صحفي لأنه باخذه من الإدارة المختصة. في بعض المفاصل فيها حساسية، فيها أرقام مثلا عميقة، ممكن أرجع لأصحاب العطوفة. وأيضا كمان الأمانة الأمناء العامين عندنا في الوزارة متعاونين جدا وغير مركزيين. فالصلاحيات اللي معطيني اياها والثقه انا بثمنها جدا. الله يبارك فيك، شكرا. بداية بدي اكد انه الناطق الاعلامي الناطق للوزاره والمؤسسه مش ناطق للوزير. صحيح. يعني ما انت مش ناطق للوزير، الوزير جزء من المنظومه وهو يرأس هذه المنظومه، انت ناطق باسم المؤسسه. نعم. والسمعة المؤسسية تقع على جزء على عاتقك منها، إضافة للقرارات واللي بيتخذها الوزير ومن هم معنيون في المسؤولية. المسألة الثانية التفاوت، اليوم في تفاوت بمسألة من وزير لوزير بتختلف. يعني أنا 5 سنوات عصرت 8 وزراء أو 9 وزراء بجوز وصلوا 9 وزراء ب5 سنوات. في تفاوت بآلية التعامل مع الإعلام، إنه في وزير بيكون شوي يعني ما بيحب الحذر، في حذر، هو حذر. وفي وزراء لا منفتحين
وفي وزراء يمنحوا الناطق الإعلامي ثقة. وبالمناسبة إذا الوزير إذا كان لا اليوم الوزير إذا فتح مساحة بداية للناطق أنه يتصرف، هون المسؤولية تقع على عاتق الناطق أن يثبت نفسه إنه صحيح. لكن إحنا هذه المعاناة هي معاناة على فكرة، إنه أنت كل وزير بدك تثبت له إنك أنت على قدر المسؤولية والثقة. فأنا دائما بقول للصحفيين ترى ما في أشياء أنا مخبى، كله على الطاولة. والوزير والأمين العام والناطق الإعلامي إذا الشغل لا فعلا إذا الشغل صحيح موجود. هلا مثل ما تفضل أخوي محمود والمهندس عروب، في تحديات في كل قطاع، في تحديات طبعا. اليوم وزارة على سبيل المثال وزارة العمل لا تدعي المثالية في سوق العمل، في تحديات في مشاكل. اليوم هنا شطارتنا احنا كوزارة او كمسؤولين في الوزارة انه كم في هذا الملف نتخطى او نذلل هاي العقبات او التحديات اللي تواجهنا في هذه المؤسسة. انتم تقوموا بدوركم، احنا نقوم بدورنا، والله ولي التوفيق. في النهاية اذا كان الهدف العام كلنا هدفنا خدمة البلد ما بنختلف، نختلف بالطريقة لكن لا نختلف على البلد وعلى المؤسسات. أكيد أبو علي، يعني تعقيبا على كلامك، إحنا يعني كصحفيين زي ما أنت حكيت علاقة الناطق بالصحفيين، وإحنا بالنهاية دورنا نوصل المعلومة طبعا. لكن صراحة إحنا يعني من خلال عملنا وخبرتنا يعني اللي نوعا ما يعني طويلة، أنت بتعرف للأسف في ناطقين إعلاميين أو يعني ما بيكونوا كتير متعاونين مع الزملاء، يعني ما بدنا نذكر اسماء او يعني نحصر الحكي، لكن احنا بنتمنى انهم يكونوا يعني داعمين اكثر للصحفيين. اكون صريح زياده اسمحي لي اكون صريح زياده. في شوفي في ناطق اعلامي ممكن يكون مش شغلته بصراحه، وانا بنصح اي شخص لا تكون ناطق اعلامي، لا تقبل، لانه انت بتفشل. الناطق الاعلامي شغله خطيره ومش سهله، وانت تحمل على عاتقك ملف مؤسسه كبيره، مؤسسه وزاره او مؤسسه حكوميه كبيره، هاي سمعه للمؤسسه. واحد، اثنين، بعض الناطقين متعاونين كويسين لكن في فتره معينه ياتي له مسؤول، نعم، مساحاته مسؤول عنه، نعم، يحجب عنه المعلومه، ما بده يطلع. صحيح، حتى نكون صريحين. بدنا نريحكم شوي من الحكي الرسمي عن الوزارات والوزراء وهذا الحكي، ونسال هيك شويه اسئله هيك شخصيه لطيفه يعني احتراما للوقت كمان. يلا بنبلش مع ابو علي. هلا احنا كل يوم الانسان بطبيعته موظف بمكان بيروح ببلش بدوامه. انت كاستاذ محمد زيود ناطق لوزاره العمل، كيف شوفوا اليوم ببلش من ما تطلع بالسياره، واذا كان في مرتب اذا كان مرتب لقاءات اذاعيه على الطريق، انت بتنهي شغلك على الطريق، تضطر توقف ترد على الاذاعه الاولى. مرات يكون ملف او خبر مهم يتناولوا الاذاعات الصباحيه، تضطر توقف حتى يخلصوا، معطي موعد ل4 5 اذاعات. اذا كان في زملائنا شرواكو طالبين اسئله تكون قبل بيوم، معطينا اياها العصر، بنروح مباشره وندخل المكتب نرصد شو نشر، نعمل بعد عملية الرصد، بنجاوب الناس اللي سألونا، بنشوف شو في أخبار، شو في شيء يتعلق بالوزارة مع فريق الوزارة، ما هو الجديد من قرارات الوزارة. ممكن أنا ألف على زملائي، ممكن أتواصل مع الوزير، يكون في لقاء صباحي، أو مع عطوفة الأمين العام حتى، أو مع المدراء حتى نطلع على أبرز قرارات الوزارة حتى نكون بالجو. لأنه احنا دائما بنقول زملائنا في الوزارات خلوا الناطق الإعلامي بجو ما يحصل حتى من قرارات أو نوايا، حتى أقدر أنا أكون أجاوب بأسرع وقت وبدقة. يعني هذا يومنا، وقد تسحب هاي القصة للمساء. لو أتيحت لك إجازة طويلة وين بتحب تقضيها؟ أنا مش لو إجازة طويلة، أنا لو أتيح لي أخرج هذا خلاص أنا ناطق إعلامي بالنسبة لي. لو لا مستفيد لا أستاذ بنستفيد منه، كل لقاء بنستفيد. لا العفو ما شاء الله عليكم. مهندستنا عروب حبيبتي، لو أتيح لك تشربي فنجان قهوة مع شخص معين، مع مين تختاري؟ يعني هالسؤال لوحده خاطر صح. لا رح أصدمك بالإجابة، أكيد. يعني هو أنا بجاوب دائما أجوبة غير متوقعة صراحة. لو برجع الزمن مع والدي أكيد، الله يرحمه، لأنه أنا يعني لما فقدت والدي تقريبا يمكن سنة مرت علي من أصعب سنوات عمري، بفضل ما احكي اكثر، بس لو كانت يعني الحياه بتعطيك هيك فرصه اكيد بكون مع والدي. الله يرحمه. يعني والله تونا بنحكي عنه، شو في صفه اكتسبتيها من والدي؟ الطموح، المثابره، القوه، ورباط الجأش. يعني انا بكثير مواقف بيكون الكل بيطلع عليكي بيستنى منك رد فعل
معين في إطار حديثنا عن الغضب والزعل. أبو علي اللي بيشتغل بالعمل العام الله يكون بعونه. وبتذكر كلمة كان يقول لي إياها والدي الله يرحمه، والدكتور ممدوح عمو ممدوح كان يقول لي بشتغل بالعمل العام شوي بده يكون جلده رويم إلى حد كبير. فأنا من الأشخاص يمكن لما بكون معصبة وبرن شوف بحاول دائما حتضحكوا، وأنا بالمدرسة كنت أحل كل الهوم وركات قبل ما يجي موعد جولتي عشان بس أروح على البيت ما يكون عندي إشي أعمله للمدرسة. وبالشغل بحاول انه اذا كان معي مجال حتى لو معصبه، وصراحه الوظيفه بتعلمك درجه من الصبر، مش بس الصبر، بتفصل. يعني انا بكون بمود عصبي جدا، ويمكن فريقي بيشوفوا هذا الاشي عن قرب، بيرن علي مثلا نضال هلا كيف حالك شو يعني انا اللي بكون واقف بقول لك كيف هلا هاي مهاره تكتسب بحكم التجارب الكثيره. بس اجمالا يعني انا بحب الاعلام كثير، وبحس انه يعني اذا انت حبيت الشغله اللي بتشتغلها ستبدع فيها ايا كانت درجه صعوبتها وشو ما كان حجم التحديات فيها. وللامانه وانا بحب احكي دائما واضطر اقولها الزملاء، موضوع انه انت مش كل الوقت متاح. احيانا يمكن بحكم العمل قد تكون في اجتماع مع احد المسؤولين مع الوزير، وانا من النوع اللي برجع للكل، لكن في ناس ما بتعطيك عطوه بالمطلق صراحه. يعني بعد ساعه المفروض انك تكون راجع، لكن انت كناطق وبحكم عملك تتلقى حجم اتصالات هائل بشكل يومي، وهذا حمل للأمانة. والواحد بظله يعني unlimited، الموضوع بتروح على البيت وبستمر العمل لساعات يمكن طويلة ولأوقات متأخرة، وأنا بكون سعيد صراحة بهذا الشيء لأنه ضمن يعني صلب عملنا. طيب مهندسة، يعني كون عم نحكي عن ضغط العمل وأوقات وإنه ما له وقت وليل مع نهار، لكن إحنا بدنا نسألك سؤال، هل رح نشوف مهندسة عروب العبادي عروس 2026؟ إن شاء الله، الله يجيب الخير إن شاء الله. يعني وأنا خطبت والكل استغرب موضوع الخطبة، وأنا والدتي شوي ارتباطي بوالدتي الله يطول عمرها ويخليكم جميعا، هي كانت يعني ترفض كل العرسان وعندها يعني فكر معين، لكن لما بصير النصيب بيصير. وأنا يمكن بدي أحكي برضو على صعوبة الشغل. أنا السنة الحمد لله ومن فضل رب العالمين حجيت، وبعد 7 عمرات هي أول حجة إلي، وبعمر أنا بعتبره صغير، ويعني الحمد لله إنه ربنا ييسر الأمر، وحجيت مع والدتي أكيد. فأنا لما رحت على الحج أجازة الحج 21 يوم، أخذت منها الأسبوع اللي عطلوه كل الدولة. فاحنا بحكم العمل صعب كتير موضوع الاجازات، وان شاء الله على التسهيل. بس اي ثينك 2006 25 انقضت، فان شاء الله على 2000 ان شاء الله بنشوفك عروس، بنفرح فيك ان شاء الله. الله يسعدك. أستاذ محمود، بدي أسألك إذا أنت أتيحت لك فرصة أنك تقضي إجازة طويلة. والله يعني إجازة، والله سؤال عن دبي بصراحة. هذا إجازة طويلة رحت دبي. شو انطباعك عن دبي؟ يعني ليش دبي بالتحديد؟ متطورة ومتسارعة، هذا أول نقطة. النقطة الثانية فيها أغلى شخص على قلبي هناك، صديق العمر، صديق الطفولة. شاب اسمه عبد الكريم رحاحلة، مضينا عمر أنا وياه، وافترقنا. هو راح على يكمل شغل بالإمارات وأنا بقيت هون. هذا أكثر من أخ، الله يسهل عليه ويجيبه بالسلامة. هو مدير عام بأحد الشركات الكبيرة الآن في دبي. يعني ما بنسى يوم ما وفاة والدي مباشر حجزت تكت وأجي أحضر الدفن. الله عليك. لما توفت والدتي ما لقى حجز. صراحة فمن أيام وإحنا صغار أول ما تخرجنا كانت دبي هي بتلوح بالأفق بينه وبينه. يعني إحنا صراحة حوار شيق يعني، وانبسطنا واستمتعنا فيكم. يعني الحديث يطول صراحة، ويمكن في كتير أسئلة وفي كتير مداخلات، لكن احتراما للوقت إن شاء الله. يعني إحنا سعيدين بحضوركم معنا اليوم بانطلاقة صالون التاج بأولى حلقاته. هلأ رح أفتح المجال، بس كلمة أخيرة بتوجهوها لصالون التاج بانطلاقته الأولى اليوم. كل أمنيات التوفيق، ومش غريبة، ما شاء الله عليكم كوادر جميلة وواعدة، وعندكم إدارة رائعة وداعمة وممكنة، واسم التاج علامة فارقة في فضاء الإعلام الأردني بمهنيتها يعني حرصها على كل ما تقدمه للشعب الأردني. الله يحماكم وللأمام وبالتوفيق أخونا نضال، كل أمنيات التوفيق، وإن شاء الله من نجاح لنجاح. ومبسوطة إنه إحنا يعني بلشتوا معنا.
تفضل. بداية احنا بنهنئ حالنا قبل ما نهنئ اخونا الكبير والعزيز والسند استاذ نضال والشباب والصبايا في التاج بالانطلاقة الجديدة اليوم بصالون التاج. هو بصراحة راح يعمل علامة فارقة. أنا مبسوط جدا أنا والمهندسة عروب والدكتورة أبو علي نكون بأولى حلقات هذا الصالون. أنا متأكد راح يعمل حدث كبير، راح يعمل عناوين شيقة، راح يعمل جسور تواصل جديدة بين المؤسسات وناطقين مع الصحفيين وحتى مع المجتمع المحلي. فبالتوفيق دائما، وانا بشكركم دائما على افكاركم اللي خلاقه، وشباب وصبايا عندك الامانه بيرفعوا الراس، وبالتوفيق دائما. يعني مش غريب عن اخوي نضال خزاعله والتاج مش غريب يعني نجاح. بقول الصالون صالون التاج هو نجاح يضاف الى الرصيد النجاحات السابقه، واتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله مثل ما عهدناكم دائما على قدر المسؤوليه والانفتاح مع زملائنا جميعا.